تخيل ان شريحتين لانشون بس يوميا ممكن يزودوا احتماليه اصابتك بسرطان القولون بنسبه 18%. اللحوم المصنعه زي اللانشون والسوسيس والهوت دوج مصنفه رسميا من منظمه الصحه العالميه انها مواد مسرطنه ومن الفئة الأولى كمان. الدراسات بتقول إن كل 50 جرام من اللحوم المصنعة يوميا بيزود احتمالية إصابتك بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 18%. والسبب في الخطورة دي إن اللحوم المصنعة بيضاف ليها مواد حافظة زي النترات والنتريت، ودي بتتحول جوه الجسم إلى مركبات نيتروزو، ودي اللي بتهاجم الدي ان ايه وبتسبب السرطان. كمان التسخين أو التدخين اللي بيحصل للحوم المصنعة بيكون مواد بتعمل التهابات في الجسم وبتهاجم الخلايا. والمرعب في الموضوع إن كل ما استهلاكك زاد من اللحوم المصنعه كل ما الخطر بقى اكبر، واحتماليه اصابتك بالسكر وامراض القلب والسرطانات بيزيد اكتر. ده غير ابحاث حديثه حذرت من استهلاك الاطفال تحديدا للحوم المصنعه لانه بيأثر على مناعتهم وجهازهم الهضمي. فالافضل انك تستبدلها بصدور رومي او تونه او اي لحوم امنه ومش مصنعه. وما تنساش تبعت الفيديو ده لاي حد بيحب اللانشون وبيبعته مع اولاده للمدرسه عشان تفهمه وتحذره. وما تنساش تكتب كلمه كتاب في الكومنتات عشان ابعت لك نسختك من كتاب التغذية المجاني.